عبد الله الشمري. فقدنا الاتصال مع الاستاذ عبد الله الشمري من الدمام في السعوديه. اذا مشاهدينا هذا البث مفتوح مباشره لابداء رايكم عبر ارقام هواتفنا التي تظهر امامكم الان على الشاشه، سواء من داخل البحرين او من خارج البحرين. تستطيعون التواصل وابداء الراي، وايضا ابداء الراي ليس فقط فيما يخص الاحداث في البحرين، ولكن نحن نفتح المجال لابداء الراي في الصحوه الاسلاميه على امتداد العالم العربي. تركي من الجوف السعوديه. استاذ تركي تفضل. يعطيك العافيه اخوي الكريم على تغطيتكم طيبه. الله يعافيك، تفضل. اخوي الكريم، يعني بما ان الوقت اللي في البحرين والمستهدفين الشيعة، انا اتمنى عليكم يا قناه العالم وتغطيتكم طيبه تغطون الاحداث اللي صارت في ايران واللي تصير في ايران، اللي تصير في الاحواز على اخوان الشيعة. الاحواز مظلومين، يعني مظلومين، يشنقون يعلقون في المشانق. اذا كانت قناتكم وانا اتابعها عندها الديمقراطيه وعندها ابداء الراي الاخر، انا اقول اين قناه العالم من تغطيه يعني تركي انا يعني في خلال هذه التغطيه، شكرا جزيلا لك طبعا. في خلال هذه التغطيه نحن نتحدث عن احداث تجري في المنطقه، ولا نتحدث عن ما تغطيه قناه العالم او لا تغطيه قناه العالم. يعني هذا عملنا نحن نقوم به، التغطيه في كل مكان وبشكل متوازن. نحن نتحدث عن احداث في البحرين، صحوه الامه الموجوده حاليا. نرجو ان نبقى في ضمن هذا الموضوع. يعني قناة العالم تتعرض لإساءة كبيرة وكثيرة، وهناك حملة وأموال تدفع للإساءة لهذا، ولا يتوقف الموضوع عند اتصال من هنا أو من هناك. الحملة التي تتعرض لها القناة قديمة، ونحن مستمرون في تغطيتنا للأحداث في البحرين. أنتم تشاهدون الآن الصور، وللأحداث وثورة الشعب الليبي، وأيضا في ما يجري في مصر حاليا وما جرى سابقا، وأيضا في تونس. نرصد هذا الحراك بما نسميه الصحوة الإسلامية، لأننا نرى حالة من التغيير تجري في العالم العربي. هذه الحالة بالتأكيد ستكون لمصلحة شعوبها في البحرين كما أشرنا. الوضع متوتر في المنامة، هناك توتر كبير وحالة تصعيد. الاعتداء على المتظاهرين عاد من جديد. في 17 فبراير كان هناك اعتداء على المتظاهرين حصلت مجزرة. كان هناك تعهد من ولي عهد البحرين بعدم المساس بالمحتجين. يبدو أن هذا التعهد قد انتهى اليوم. معنا سيد عادل الماضي من البحرين. عادل تفضل. بكم قناة العالم كيف تصحى؟ اهلا وسهلا استاذ عادل، تفضل. الحمد لله رب العالمين. واجهنا اليوم بحكومة سلمية بدستورنا العارية، واستطعنا ان ننتصر عليهم. قدمنا مئات من الجرحى، واثبتنا للعالم ان شعب مسالم. والحمد لله استطعنا ورجعنا الى الدوار، استرجعنا المرفأ وسيطرنا على الشوارع.